معنا. طبعا. لكن انتقل للمستشار احمد الخطيب، ومعي يعني هذه الصوره الان هي صور حيه ومباشره لاقتحام الالتراس قبل قليل للنادي اكاديميه شرطه بالجزيره. يعني هل كان هذا رد فعل متوقع؟ لا طبعا، هو كان متوقع ان سوف يكون هذا واكثر من ذلك بكثير. يعني لكن الارهاصات والمقدمات اللي موجوده قبل الحكم سواء على الجانبين، سواء في القاهره او في بورسعيد، حصار مبنى، حصار منزل وزير الداخليه اللي هو محمد ابراهيم الاسبق، وحصار منزل وزير الداخليه الحالي اللي هو محمد ابراهيم ايضا. دي كلها كانت مقدمات. هجوم على مديريه امن الجيزه وحرق سياره شرطه، المسيرات اللي موجوده وقطع الطرق وحصار البورصه وقطع المترو، كل هذا سيناريو اتكرر قبل 26/1 وبيتكرر ايضا لكن قبل. هذا كان متوقعا في حال عدم تغير الحكم، لكن الحكم يعني المحكمه ايادت حكمها باعدام 21. برضه يعني انت برضه لازم تنظر امور بصوره في مقدمات. على الجانب الاخر في بورسعيد كان حريق مديريه الامن وحريق مبنى الامن الوطني، ورغم ان تمت محاوله نقل المتهمين من السجن، كان قبل 26/1 كان بينتقدوا الداخليه ليه سايبه المتهمين في سجن بورسعيد. طب هي جت قبل 9 مارس قامت بنقل المتهمين قبلها باسبوع ودتهم الاسماعيليه، تم الهجوم ايضا على السجن مره ثانيه، وتداعيات الامور وصلت الى حد الهجوم على مديريه امن بورسعيد.